يعني احنا كنا واقفين كده، احنا كنا واقفين تحت، شفت دخلنا لجوه ازاي؟ دي من اكتر الطيارات اللي هنا موجوده هنا في اسكندريه في ميامي، اللي الناس دايما بتغرق فيها. تمام. الرقم دي لما البالون ده كده السحب يبدا يسحبه. الحته دي فين تاني يا كابتن عمرو؟ الحته دي اللي فيها السحب دي اكتر حته فيها السحب وفي ناس بتغرق في ميامي، قدام شارع اسكندر ابراهيم او قدام بنك مصر. بنك مصر هناك اهو. الحته دي اهي اللي بشاور عليها دي اخطر حته فيها طيارات سحب ممكن تغرق فيها. انا اوريكم. السلام عليكم. دلوقتي احنا هنا كده بالظبط في طيارات السحب. هيبان هنا ان في رغوه. بص تمام كده الطيارات بتبدا تسحب كده يعني هنا المكنه هنا عايزين نركز هنا. هتلاقوا ان في هنا زي ريم يعني رغاوي كتيره جدا جدا زي رغاوي الصابون. شايفين خطوه لو واحد بيعرف يعوم وما يعرفش يعني ايه طياره، شايفين الخط ماشي ازاي لغايه اول الشط اهو زي ما احنا شايفين. خط عباره عن رغاوي او ريم يعني اللي هي رغاوي بخط مستقيم داخله جوه البحر. تمام. دي عباره عن حاجه زي عماله تشفط كده ميه عماله تجري بمجرى كده، بتاخد من الشط ترمي جوه البحر البعد كيلو 500 متر 700 متر جوه. فانت اول ما بتخش في الدوار ده او بتخش في السحب دوه، لو جيت عمت ضده حتى وانت بتعرف تعوم هتتعب وممكن يؤدي الغرق. الطريقه الوحيده اللي انت تمشي مع التيار وتخرج منه، وده اللي هنشوفه وهنزل اوريكم عملي ازاي بعمل كده. هيحصل لي انا هصور كمان بالكاميرا، بالجو برو هوريكم ايه اللي هيحصل هنا. كابتن عمرو اخطر حاجات هي الطيارات دي اللي بتغرق الناس صح؟ ايه اللي بيحصل للبني ادم لما يلاقي فجأة نفسه ايه اللي حصل له؟ اي حد بينزل في الطياره دي دايما هيحس بالسحب، يحاول يقاومها ويطلع منها. بس هو الاحسن ان هو يطلع يمشي مع الطياره ياخد الجنب يمين او شمال. بالظبط. هو كله بيحاول يقاومها انه يطلع للبر بس مش هيعرف يوصل للبر. اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي انت اما تأدي بنفسك انك هتعوم ضد الطيار عمال يسحبك كده زي ما انت تشوفه دلوقتي. انا همسك الكاميرا اهو واوريك اللي هيحصل. فوق كابتن عمرو هيوصلنا من فوق. انا لو قعدت اقاوم عشان امشي كده على البحر كده هعمل اجهاد جامد جدا وممكن يؤدي الغرق. فبعمل ايه؟ بمشي مع الطيار وابدا اخرج المكان الامن او الخروج الامن بعد الحته اللي هي فيها الريم دي صح؟ هتعديها هتلاقي نفسك تمام. هبدا انزل اهو ونشوف ايه اللي هيحصل. هوقفك فيها بالظبط عشان اتسحبنا شويه. ركز انا ايه اللي هيحصل لي عشان اشوف هخرج ازاي. لو تلاحظ ان احنا كنا واقفين تحت مع ان الموج في اتجاه وفي اتجاه البر، بس احنا دخلنا لجوه. تمام. يعني احنا كنا واقفين كده، احنا كنا واقفين تحت، شفت دخلنا لجوه ازاي؟ دي من اكتر الطيارات اللي هنا موجوده هنا في اسكندريه في ميامي، اللي الناس دايما بتغرق فيها. تمام. هم طبعا قله الوعي اللي هم بيلاقوا نفسهم فجاه الميه تسحبهم لجوه. ركز معايا، الفيديو ده مهم جدا 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 جدا. شوف انا هعمل ايه. انا هنزل دلوقتي في طيار السحب. تمام؟ نلاحظ هنا ان السحب بياخدني مش على الشط، ده بيسحبني جوه البحر. هسحبني على جوه كده. انا مش هينفع ان انا اعوم ضد طياره، انا همشي معاها كده. هتبقى معايا بالكاميرا البتاع دي تمشي معايا يا كابتن عمرو ماشي؟ بص اللي بيحصل هنا السحب يبدا ياخدني يسحبني كده. يسحب المركبه اهي، بس انا بص انا واقف مكاني اهو. بص المركبه اهي. كابتن عمرو بيصورني اهو، السحب بيسحبني كده. عمال يسحبني كده بص اهو. السحب عمال يسحبني كده. البحر اهو. الارض هناك يمين هناك اهي صح؟ ورا هناك يمين هناك يا كابتن عمرو. البحر عمال يسحبني كده. انا عايز اروح للمركبه. مهما اعوم عمال ارجع تاني. بعمل ايه؟ ممشيش. السحب بياخدك كده، ممشيش كده. ممشيش انا العكس كده. امشي مع السحب. نركز هنا بقى. ببدأ امشي مع الطيار بياخدني ويسحبني جوه البحر، بمشي معاه بهوده وامشي معاه، بس بدل ما امشي طوالي اخد خط مستقيم بمشي معاه وبكسر خط، لا اما الخط اليمين اتجاه اليمين
او الشمال لغايه اما اطلع عند علامه الرغاوي. بص الرغوه دي شايفينها؟ الرغوه دي كده علامات الطياره. كده ببدا اخرج من ايه؟ من طيار السحب اهو. بص الاتجاه كده ما بتاخدني كده، امشي انا كده لغايه اما اطلع من السحب. عندنا الرغاوي قدام كده ميه هاديه اهي، ما امشيش عكس البحر، لا امشي باتجاه معاكس، لا الاتجاه ده لا الاتجاه ده، لا اما امشي مع السحب لغايه ما يرميني لمكان. بختار بقى انا ناخد ايه؟ كده انا عديت الطياره، كده انا عديت طياره السحب تمام. كده عديت الطياره اللي كانت بص على السحب لغايه ما يجيني المكان. بختار بقى انا باخد ايه؟ خروج الامن مع مسحبنا اهي اهو. خروج الامن همشي كده اهو. كده انا عديت الطياره. بالظبط. انا واقف مكاني مفيش اي حاجه هتحركني، لكن انا لو رحت هناك السحب هيسحبني ويرجعني يرميني على البحر جوه، يرميني على البحر جوه. الخروج الامن ان البحر بيسحبني اهو اهو. لا اخد نفسي بالاتجاه ده، امشي مع السحب، امشي مع السحب اهو بس اخد الاتجاه ده. برضه باخد في الطياره. بعد كده عندك التعب، بعد كده اهو. تمام. ده كده الخروج الامن بالسحب او طيارات السحب. السحب بيبدا يسحبني، المركبه اهي. بس انا بص انا واقف مكاني اهو. بص المركبه اهي وكابتن عامل بيصورنا اهو، عمال يسحبني كده. بص اهو السحب عمال يسحبني كده. البحر اهو، الارض هناك اهي، المينا هناك اهي صح؟ ورا هناك المينا يا كابتن عمرو، والبحر عمال يسحبني كده. انا عايز اروح للمركبه معوم. بعمل ايه؟ ما امشيش السحب بياخدك كده، ما امشيش كده، ما امشيش على العكس كده، امشي مع السحب بس اختار المكان ده. الناس ممكن تغرق فيها في اسكندريه، بينزلوا من هنا هو فكروا عمال يسأل. بص السحب هناك عامل ازاي، بيبدا يسحب كده. في طيارات الميه بتيجي كده اهو بتضرب هناك بترد تاني فبتخليك تتحرك كده اهو اهو. بص البرميل ذات نفسه يبدا يخرج من هنا. الطياره انزل مع الطياره اهي كابتن عمرو، انزل اهو. بص اللي بيحصل لي من غير ما اعمل اي حاجه. بص اللي بيحصل لي من غير ما اتحرك، على فكره ما بتحركش، ببدا اسحب كده كده. بص 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 تعالى اقوم بقى ضد الطياره. بص اللي يحصل بص هبدا ارجع تاني. بص عمال اسحب ماشي مع الطياره، ماشي مع الطياره. واعمل ايه بقى عشان اخرج من الحوار دوت؟ اختار اتجاه. انا عمال اسحب اهو، عمال اسحب اهو. بص المركبه، بص المسافه قد ايه عمال اسحب منها.
ما بينه وبين المركبه، عمال اخرج اهو. هعمل ايه؟ اختار اتجاه، ده الاتجاه ده، ده الاتجاه ده، مع ماشي مع السحب، مع ماشي مع السحب، اخرج الامن اللي اطلع منه. هنا كده من الامان، البالون واقف مكانه اهو. شفت الرغاوي دي؟ بيبقى بين الطيارات السحب، بين طيارات السحب. هنا الحته دي بيبقى فيها رغاوي، اهي الرغاوي دي اهي، شايفينها؟ البرميل واقف مكانه اهو، البرميل واقف مكانه هنا. لو جبنا البرميل ده هناك السحب هياخده بعد الرغاوي دي. لو عملنا البرميل ده كده السحب يبدا يسحبه. تمام؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وانتظروا حلقات تانية. الحته دي فين تاني يا كابتن عمرو؟ الحته دي اللي فيها السحب دي اكتر حته فيها السحب وفي ناس بتغرق في ميامي، قدام شارع اسكندر ابراهيم او قدام بنك مصر. بنك مصر هناك اهو. الحته دي اهي اللي بشاور عليها دي اخطر حته فيها طيارات سحب ممكن تغرق فيها. انا اوريكم دلوقتي ازاي بنزل وبتصرف في الطيارات